السلام عليكم. تعالوا كده ان شاء الله النهارده نعرض لحضراتكم مجموعة من الحمام للبيع. المجموعة كلها بإذن الرحمن مجموعة ممتازة، صحة كويسة، وده اللي يعنيني في أي فيديو أنا ممكن أقدمه. صاحب الحمام إن شاء الله قال إن الحمام صحته كويسة ومفيش فيه أي مشاكل، فإن شاء الله الناس تتفرج على الفيديو باستفاضة، واللي يعجبه أي حاجة من الحمام اللي موجود هسيب رقم صاحب رقم الحمام ان شاء الله هسيبه في اول تعليق مثبت. اول حمام اللي انا حضراتكم شايفينه ده زواجل، حمام من الحمام الزاجل. وفي ناس طبعا بتحب الزواجل، وافضل انواع الزواجل او يعني في اللون كده بيبقى مبهج بصراحة وكويس الزواجل البيضاء. كل واحد فينا طبعا بيكون بيحب حاجة معينة، فانا بصراحة بحب اي نوع من الحمام اللون اللي بيكون الابيض. الحمام ان شاء الله حمام شغال، حمام خالي من اي نوع من انواع العيوب. وبعدين بصراحة شكل الحمام باين عليه، الحمام اللي بيكون تعبان بيبقى باين على شكله، لكن ده ما شاء الله باين عليه صحته كويسة ان شاء الله، ما فيش اي نوع فيه من المشاكل. بالنسبة للأسعار إن شاء الله الراجل يعني أو صاحب الحمام ساعة ما أي حد يكون عاوز حمام هسيب رقم اللي خاص بيه في أول تعليق مثبت، أو ممكن حد إن شاء الله يسألني وأنا أسيب له رقم التليفون. مفيش بعد كده. الحمام شغال اهوت، الجزء اللي بعد كده شغال اهوت. وطبعا مفيش حمام يا جماعة بيبيض وهو صحته مش كويسة. الحمام اللي بيبيض ده ان شاء الله بيكون في احسن حالاته، بيكون صحته كويسة وما بيكونش فيه اي مشاكل، عشان برضو الناس يكون عندها اطمئنان. بس طبعا كل واحد بيبيع له ظروف خاصة بيه، لان في ناس برضو بتتواصل معايا وبتسألني طب ليه بيبيع الحمام، طب الحمام طيب لو هو مش تعبان بيبيعه ليه. كل واحد فينا بيكون له ظروف، عشان الأسئلة دي بتتكرر عندي كتير جدا. كل واحد بيكون له ظروف، كل واحد بيحب يخف من الحمام بتاعه شوية عشان الكلفة بقت غالية. فإن شاء الله الناس كده يكون عندها يقين إن شاء الله الحاجة كويسة، وإن شاء الله ربنا يبارك للبايع وكمان يبارك للمشتري. كمان الحمام صغير في السن، ودي ميزة كويسة جدا. وكل ما كان الحمام صغير في السن كل ما كان دي حاجة فعلا بتبقى كويسة للحمام ان شاء الله. الحمام صحته ما شاء الله باين زي ما حضراتكم شايفين، حمام واقف زي الصقر، مفيش فيه اي نوع من انواع الخمول نهائيا. طبعا يعني بالنسبة لوقفة الحمام والكلام ده كل فرد حمام، يعني عشان برضه محدش يقول المستوى فرد الحمام مش بيبان من مجرد التصوير وبس، لان طبعا بيكون في تفاصيل كتيرة جوه فرد الحمام ممكن نعرفها مجرد ما ناخد الحمام. اهم حاجة الحمام يكون صحته كويسة ومش كبير في السن، وده ان شاء الله موجود في الحمام ده. وان شاء الله ربنا يبارك بجد للبايع وكمان يبارك للمشتري. الحمام معظمه شغال او كله تقريبا شغال. طبعا الحاجات دي كلها هنعرفها من صاحب الحمام. الجزء اللي بعد كده زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، بصراحة حمام مميز جدا. جزء من الحمام هو تقريبا ده الزغلول بتاعهم. فيعني بصراحة المجموعة كلها ممتازة. وأهم حاجة زي ما قلت لحضراتكم في بداية الفيديو خالص إن الحمام يكون فعلا صحته كويسة. لو الحمام صحته كويسة بعد كده لو حضرتك اهتميت بالأملاح المعدنية واهتميت بالتحديقة، الحاجات اللي الناس بتهملها ديت هم يعتبروا أهم حاجة في الحمام كله أو عند الحمام كله. إن شاء الله تبارك الرحمن المجموعة كلها بصراحة مجموعة فوق الممتازة، كلهم حمام ممتاز شكل وكمان إن شاء الله صحة، وإن شاء الله ربنا يبارك، وإن شاء الله كمان إنتاج. حمام إن شاء الله شكله صغير ما بيكونش عليه أي نوع من أنواع المشاكل. إن شاء الله ربنا يبارك للبائع وكمان يبارك للمشتري.
الجزء اللي بعد كده جوز اهوت متدبل وشغال بإذن الرحمن. الحمام كله بصراحة مجموعة كلها صغيرة في السن. اشتغلت بس حمام صغير، يعني في حمام بيكون شغال بس كبير، وفي حمام بيكون صغير في السن. بصراحة الزواجل اللي بتكون لونها أبيض دي بتبقى مميزة وبتبقى حلوة جدا. أنا بشبه الحمام الزاجل بصراحة شوية، يعني بيبقى زي الحمام اللاحم، بس طبعا الحمام اللاحم بيكون أكبر حجما. وميزة الحمام الزاجل إن هو يبدو عليه ظاهريا، يعني أي حد يشوف الحمام الزاجل يقول ده حجمه صغير، لكن لما تمسك زغاليله بتلاقيها ما شاء الله حجمها كبير، ما بتبقاش زغاليل كده جسم قليل أو مسيفة أو حاجة، لأ بيبقى حجم الزغاليل بتاعتها بأمانة بتبقى كويسة، بتبقى أحسن من البلد طبعا بكتير. وفي ناس أصلا يعني غاوية الزاجل، في ناس ما بتحبش أساسا تربي غير الزواجل، في بعض الناس مثلا ما بتحبش تربي غير الكنج، ناس تانية ما بتحبش تربي غير اللي هو أي نوع أي مكان من الحمام. فكل حد فينا يتفرج على الفيديو براحته، واللي إن شاء الله يعجبه حاجة من الكلام ده يتواصل معايا، وإن شاء الله ربنا يبارك في البيع وكمان يبارك لي المشتري. المجموعة أتمنى الناس تدخل على الفيديو وتتفرج على مجموعة الحمام، لأن في حمام تقريبا الشبابات، في حمام شغال. التفاصيل دي كلها طبعا هنعرفها من صاحب الحمام، لأن طبعا هو هيكون عارف، هو الراجل كتر خيره تصور الحمام وبعته. لكن أي تفاصيل تخص فرد الحمام، مثلا عنده قد ايه تحديدا، باض عندك كم مرة، الحاجات دي كلها التفاصيل الصغيرة ديت صاحب الحمام هيقولهولك إن شاء الله لما تتواصل معاه. وانا هسيب الرقم، يعني مجرد ما حد يسألني او كذا هقول له اتفضل ده رقم صاحب الحمام، اتواصل معاه وان شاء الله ربنا يبارك لي البايع وكمان يبارك لي المشتري. بالنسبة للأسعار إن شاء الله الناس ما تقلقش، إن شاء الله الأسعار هتبقى في متناول الجميع. أهم حاجة إن الحمام إن شاء الله بس يعجب الناس. إن شاء الله ربنا يبارك للبائع وكمان يبارك للمشتري. في يعني تقريبا زغاليل، في شبابات، في حمام شغال. فالناس تتفرج على الفيديو براحتها، واللي يعجبه أي حاجة ياخدها اسكرين وإن شاء الله يسأل صاحب الحمام مباشر. إن شاء الله أقفل مع حضراتكم أو أقفله بإذن الله، يعني أحاول إن أنا أتواصل معاه وبعد كده أخد رقم عشان التواصل مع حضراتكم، عشان اللي عاوز حاجة يتكلم صاحب الحمام مباشر، عشان ان شاء الله يعني ما يبقاش فيه اي مشكلة نهائية. ان شاء الله ربنا يبارك للبائع وكمان يبارك للمشتري.